عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ انا دلوقتي اولادي قالوا لي يا ماما اعملي لنا حاجه حلوه بسرعه سريعه جدا. عندي كيس شعريه، وادي عندنا حله شعريه بصي بلبن وسكر والميه. في ناس بتحبها بلبن، انا عيالي بيحبوا شعريه بالميه، بيشربوا اللبن الصبح. فزي ما حضراتكم شايفين حطيت معلقه سمنه بلدي دي يا حبايبي، او معلقه، تجيبي معلقه زبده، لو تحطي زبده تحطي معاها نقطه زيت، عشان الزبده لو حطيتيها من غير نقطه زيت بتتحرق منك. وزي ما حضراتكم شايفين ادي كيس الشعريه، ادي كيس الشعريه يا حبايبي زي ما شايفينه كده. هحطه بعد ما السمنه تسيح واقعد اقلب فيه. وبعدين حاطه الناحيه الثانيه الكاتل شغال دلوقتي. اول ما الميه تغلي هحطه على طول بعد الشعريه بعد ما تحمر، وتحطوا كميه السكر اللي انتوا عايزينها، ما بتكملش 10 دقايق على البوتاجاز، وكبوها في البولات. ودي احلى واسهل طريقه حلو في البرد دي تاكلوها بالهنا والشفا. اللي يحب يحط عليها لبن يغلي اللبن ويحطه عليه، انما هنا عندي اولادي بيحبوها صراحه بالميه. وزي ما حضراتكم شايفين ادي الزبده اهي ابتدت تسيح، قصدي السمنه، معلش انا اسفه. لازم احط عليها الشعريه. هنقعد نقلب فيها يا حبايبي. ايوه حبايبي، هنا استمر في التقليب معاه، اقعد اقلبه كده لغايه ما تديكي درجه الحراره اللي انت عايزاها. هبصوا كده، صدقوني طعمها جميل جدا 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 ومش مكلفه خالص. ابص يا حبايبي، بتهيألي كده الميه المغليه واحط عليها السكر، كميه السكر اللي انت عايزاها. انا بحط فيها 4 معالق سكر بس، اللي عايز يحط اكتر حسب رغبته، اللي عايز يحط اقل براحتكم. وتستنوا عليها ربع ساعه وهتغلي بقى بعد ما تستوي. هي ما بتكملش وقت خالص. عايزين لبن مكان الميه دي حطوا لبن، بس انا عندي اولادي بيحبوها بالميه، بيبقى طعمها جميل وحسب رغبتكم. و10 دقايق كده حبايبي هتلاقوها استوت. ادي الشعريه، بص حضراتكم، بصوا ما شاء الله عليها استوت وبقت جميله. ودلوقتي هغرفها في البولات وحضراتكم طبعا. بسم الله، جميله وشكلها جميل جدا. بصوا التحمير بتاعها جميل جدا. 10 دقايق كده على ما بتبرد هتلاقيها مسكت نفسيها، الطعم بتاعها خرافه. زي ما بقول لحضراتكم كده، عايزين تحطوا عليها لبن براحتكم، بس انا عندي اولادي بيحبوها بالطريقه دي وموفره جدا بالنسبه لكم. جميله جميله اهو يا حبايبي. وتعمل تاني، وتعمل الكيس الشعريه يعمل 4 بولات تاني غير ده، وبالهنا والشفا. يا رب يا حبايبي طريقتي تنول اعجابكم. اللي عايز يحط عليها مكسرات براحتكم، واللي مش عايز يحط عليها كده شكلها جميل. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.